بينقذ الانديه في الزرع وسهل السيطره على قوي قوي، عنده بوابات كتيره وعنده مداخل ومنافذ وحقه لو يلعب عليها يا كابتن. اكيد صعب يعني. فانا في النهايه يعني الموضوع مش محتاج كلام يا كابتن الحقيقه. لكن في الاخر احنا دلوقتي وفي الظروف اللي احنا فيها، الواحد زهق من كلمه الظروف اللي احنا فيها، لكن هنعمل ايه؟ مفيش ظروف. الظروف الظروف اتحسنت وبقت احسن كده بنسبه 99.9%. طب ما نقول ايه يا كابتن؟ وانت ادي بقى النهائي بقى. طب يعني نقول انت خليك قوي بقى، مفيش جمهور يا كابتن. ايوه طب نقول ايه؟ يعني نقول نلعب، نقول نفتح، افتحوا الابواب، افتحوا الشبابيك، افتحوا النوافذ، افتحوا الملاعب. انا مش شايف ازمه، والله العظيم ما في ازمه على الاطلاق. يعني القصه زادت جدا عن حدها. بلدنا زي الفل، بلدنا 100 فل و14، بلدنا ما فيهاش مشكله خالص. اللي موجود ده بيحصل في نيويورك وبيحصل ده فرنسا. ايه ده؟ نيس الراجل ضارب بالعربيه مموت 100 وشويه، وقبلها قدام استاد فرانس اللي اتلعب بعدها باسبوع ولا اسبوعين بطوله اوروبا تفجيرات ارهابيه مات فيها 100 وشويه. وفي نيويورك مش عارف لاقيين في المترو ايه، وفي مش عارف في باريس لاقيين ايه، وفين لاقيين ايه، وخلاص. وفي بلجيكا كان في ايه، والدنيا شغاله. احنا خايفين من ايه؟ احنا تصدينا لاخطر محاولات الارهاب. افتحوا الابواب، خلي الدنيا تمشي. اعتقد ده هيسهل الامور تماما. انا ما بقولش دي دخل جمهور، بس بقول النهارده حتى الصحفيين مش عارفين يدخلوا. طبعا يعني انا مع حضرتك في هذا الكلام. ويعني طب ليه الصحفيين ما يخشوش؟ مش عارف، ما حدش عارف. مش عارف. وفي الاخر لما تيجي تقول للامن، ما هو الامن ممكن برضه يقول لك ايه يا كابتن؟ يقول لك انا مش لاقي كارنيه معاه، او مثلا يعني داخلين بالكارنيه مع واحد كل حاجه اثنين، لكن مش كذا انا واحد. عارف الحاجات دي وحضرتك عارف الحاجات دي وكلنا عارفين الكلام ده كله. ولكن في النهايه ما هو الامن ملتزم. لو لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله حصل حاجه جوه الاستاد، هنجري على مين؟ ما فيش حاجه جوه الاستاد. لا لا قدر الله. ايه اللي هيحصل؟ الله اعلم، الله اعلم. انا مش عارف يعني. كنا بنقول كده برضه. طب انت بتتكلم على المنع ده البسيط، لكن كابتن بيتكلم على انه كل يوم في مشكله ان اسلام معاه مدرب مش لاقي ملعب يلعب فيه. رايح اسكندريه الملعب المحله، رايحين من المحله يروحوا على كفر الشيخ، من كفر الشيخ يروحوا على اسوان. يعني نتمنى ان يكون المهندس هاني ابو ريده والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب ورئيس الاتحاد ان هم يقدروا يكون في ايديهم حاجه. القيادات الامنيه نعمل دوري منتظم. انا بقيت ازعل يا كابتن علاء انه الاقي الاقبال على مباراه السوبر الاماراتيه هنا. شرفونا وانسونا على دماغنا والله العظيم 3، لكن الاقي 20-25,000 في نفس الوقت مش عارف ادخل 2000-3000 واحد. بعدها بكام يوم الاقي الزمالك والوداد وهذا المشهد الرائع ل 10-15,000 موجودين في برج العرب، مشاهد ممتعه ورائعه. ثم بطوله الدوري العام، العنوان بتاعي انا عايز السعوديه تتفرج وعايز الامارات تتفرج، عايز الناس كلها تتفرج عليها يا كابتن علاء. طبعا مؤثر علينا سلبيا، مؤثر على اداء اللعيبه، مؤثر على اداء الحكام، مؤثر على المتعه والاثاره في الدوري المصري. نعم. لكن هي قضيه كبيره، لكن مش هتقدر تحكمها لان لها اطراف كثيره. لها اطراف زي ما كابتن اسلام بيقول، بطاقات بتخش بيها. يعني انا كان معايا بطاقه مدرب منتخب مصر وانا داخل ملعب طلائع الجيش. الراجل بيقول لي لا، ما اسمك مش موجود. وبص وبص لقيت عماد اللي بتاع الجمهور بتاع نادي الزمالك داخل. ازيك يا عمده؟ هو داخل واحنا موقفين على جنب. كيف لعب الاهلي اليوم يا كابتن اسلام؟ يعني النهارده الحقيقه